يا ترى سألت نفسك قبل كده هي الزلازل بتحصل ازاي؟ الزلازل بتحصل لما الأرض بتتحرك فجأة نتيجة طاقة كانت محبوسة في أعماقها. الأرض في الأساس عبارة عن طبقات. الطبقة الخارجية اللي بنمشي عليها اسمها القشرة الأرضية، وهي متقسمة لقطع كبيرة زي البازل، والقطعة دي بنسميها الصفائح التكتونية. الصفائح دي بتكون مش ثابتة لكنها بتتحرك طول الوقت فوق طبقة شبه سائلة اسمها الوشاح. الحركة دي بتكون غالبا بطيئة وما بنحسش بيها، لكن لما الصفائح بتتصادم مع بعضها أو تتحرك جنب بعض بيحصل ضغط كبير جدا على الصخور اللي ما بين الحدود دي. فلما الصخور ما تقدرش تتحمل الضغط ده بتتكسر فجأة، وده بيحرر الطاقة المحبوسة في شكل موجات وبتتسبب في اهتزاز الأرض، وده اللي بنسميه زلزال. والزلازل بتحصل أكتر في المناطق اللي فيها حدود بين الصفائح التكتونية زي حلقة النار مثلا اللي موجودة حوالين المحيط الهادي. وأحيانا كمان بتحصل زلازل بسبب البراكين أو النشاطات البشرية زي حفر المناجم أو السدود الكبيرة. الزلازل ممكن تتسبب في دمار كبير لو كانت قوية، فممكن يحصل انهيار للمباني